احنا المغاربه، وهذا ميساج ديال المغاربه. علاش كامل تلبسوا تريكو تاع المروك؟ شوفوني. الراجل يا جماعه من كوكب لالا زعلان، جزائري زعلان انه المغاربه في اسبانيا في برشلونه لابسين تيشيرت منتخب المغرب. مش عارف ايه اللي زعل في ده. وشوفوني وعلاش المغاربه ده. انا هوريكم مفاجاه دلوقتي، هوريكم بقى ان الجزائريين بيلبسوا التيشيرت اللي هو عليه الزليج المزور، اللي هو الزليج اللي هو اصلا مش جزائري، لابسينه على تيشيرت منتخب الجزائر اللي هو اصلا الزليج المغربي، بيلبسوه في مصر. تعالى بس هوريك، بس نشوف الاستاذ الاول ايه اللي مزعله، يعني ايه اللي مضايقه. كامل باش من واحد لقيته لابس تريكو تاع المروك 31. شوفوني. ايوه انت ايه اللي مزعلك؟ هو تيشيرت المغرب وجعك؟ يعني انا مش فاهم. يعني تيشيرت المغرب في حاجه مضايقاك؟ يعني مش هل المغربي اللي حاطط لابس تيشيرت المغرب ده وهو ماشي في اسبانيا حاطط صوره المدام بتاعتك ورا مثلا على التيشيرت؟ ما انا مش عارف ايه اللي مزعلك. يعني ايه اللي مضايقك ان المغربي يلبس تيشيرت منتخب بلده اللي هو رابع العالم، اللي هو اصلا كسب اسبانيا اللي هو فيها؟ يعني انا مثلا منتخب بلدي لو كسب اسبانيا في كاس العالم وانا عايش في اسبانيا هلبس تيشيرت منتخب بلدي عادي. ما هو كسبانين يا ابني الناس دي كلها. وبعدين غير كده يعني هم اصلا حقهم يلبسوا تيشيرت المغرب في اي حته، ما هو تيشيرت منتخب بلدهم. انت ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مزعلك؟ تعالوا بقى اوريكم الفيديو اللي حصل في مصر هنا اللي انا صورته لكم قبل كده، وانا شايف عيله جزائريه لابسين تيشيرت الجزائر اللي عليه زليج المغربي اللي هو اصلا مش بتاعهم، لابسين تيشيرت عليه تراث مش بتاعهم. تعالوا نشوف. شايفين ايه اللي ورايا؟ شايفين ايه اللي ورايا يا جماعه؟ ناس لابسين الزليج. شايفين ايه اللي ورايا؟ شايفين ايه اللي ورايا يا جماعه؟ ناس لابسين الزليج. ايه رايك بقى كوكب لالا؟ انت زعلان ان المغاربه لابسين تيشيرت؟ احرجتك ها؟ انا عارف ان انا دلوقتي احرجت كل واحد من كوكب لالا داخل يكتب كومنت وداخل يقول المغاربه لابسين تيشيرت منتخبهم ليه في اسبانيا؟ حقهم يا باشا، هم احرار. انت ايه اللي مضايقك؟ انت ايه اللي مزعلك؟ انت ايه اللي بينقطك لما مغربي يلبس تيشيرت بلده ولا خريطه بلده ولا علم بلده يترفع؟ انا مش عارف ليه دايما عندك مشكله ان المغربي يلبس حاجه خاصه بيه، مش عارف. فانا دلوقتي احرجتك لانك في مصر، كنت في مصر وعائلات جزائريه بتتمشى في مصر ولابسين تيشيرتات الجزائر اللي هي عليها زليج ليس جزائري، مش جزائري، ده مغربي. يعني الزليج اللي على التيشيرتات اللي هم لابسينها دي مغربي وهم لابسينه. ممكن اسالك سؤال بقى كوكب لالا؟ انت ليه لابس تيشيرت عليه تراث مش بتاعك؟ وليه لابس تيشيرت الجزائر في مصر؟ بتتمشى ليه في مصر ولابس تيشيرت الجزائر؟ زي ما انت مش عاجبك ان المغربي بيتمشى في اسبانيا ولابس تيشيرت المغرب، مع ان دي حريته، هو حر، هو فخور ببلده. انت بقى مالكش دعوه او مش فخور بكوكب لالا، دي ترجع لك. انما ما علاقتك انه المغربي يعمل ده؟ لو انت بقى مش عاجبك ده، انتوا ليه بتتمشوا في مصر لابسين تيشيرتات الجزائر اللي عليها زليج مغربي وليس جزائريا، عليها تراث مش بتاعكم؟ ها كوكب لالا رد. مالكم يا جماعه؟ محدش هيقول حاجه انا عارف، عشان انا احرجت كوكب لالا. احنا دلوقتي قاعدين كلنا مغاربه، اجمع اجمع عشان احنا مستنيين هم جايين يعلقوا. تعالوا مغاربه نتفرج، ها هيكتبوا ايه؟ ما هو مفيش حاجه تتكتب على اللي انا قلته ده. وبعدين لو انت يعني مثلا تيشيرت المغرب بيضايقك قوي كده، خلاص يا سيدي ما تزعلش نفسك. اهو يا سيدي انا بحاول ابقى حنين عليك. شوف بس التيشيرت ده على مقاسي ولا الخريطه طبعا هنا معكوسه عشان الكاميرا تقريبا هتبقى معكوسه. بس انا بحاول لان انا ما اعصبكش قوي. يعني مش لو انت الحاجه بتعصبك قوي كده خلاص ما تعصبش نفسك، اهدى. انا بس بشوف مقاس التيشيرت ده اللي جابه لي اخويا معاذ الذهبي الاعلامي المغربي. جميل جميل جدا، الخريطه منوره. انت لسه زعلان؟ ما تزعلش. انت ليه مزعل نفسك؟ ما تزعلش، انا مش عايزك تزعل ابدا. لو لسه زعلان انا هراضيك. مش عاجبك ان المغاربه لابسين تيشيرت منتخب المغرب في اسبانيا؟ حاضر ما تزعلش. زعلت؟ طب معلش، لا ما تقفش. خلاص ما تزعلش نفسك. حالا هراضيك، ما تزعلش نفسك. اظن بقى يعني انا كده حاولت ارضيك بكل الطرق، ها؟ يعني حاولت ارضيك. انا مش عايز ازعلك. عالم المغرب اللي ورايا مضايقك، هعمل لك ايه طيب؟ التيشيرت اللي عليه الخريطه المغربيه، نجيب كده شويه الموبايل، مضايقك؟ ما تزعلش. تيشيرت المغرب زعلان ان المغاربه بيلبسوه في اسبانيا، لبسته لك انا في مصر. خريطه المغرب مضايقاك، هعمل لك ايه بقى؟ شعار الجامعه الملكيه مضايق بقى، هنعمل لك ايه طيب؟ انت كل حاجه ليها علاقه بالمغرب بتضايقك. بس انا احرجتك وخليتك مش عارف تقول ايه لما حطيت لك الفيديو بتاع الجزائريين وهم لابسين تيشيرت عليه الزليج المغربي في مصر. برضو سؤال، هم ليه لابسين تيشيرت الجزائر في مصر؟ انت اللي عندك مشكله تجاه كل حاجه مغربيه، فدي بقى ازمتك انت، عالجها مع نفسك، عشان انا احرجتك وصغرتك بعد الفيديو ده. ولا انا تقعد تقول ان محمد زيدان بيطبل للمغاربه. اقسم بالله العلي العظيم ان انا عمري في يوم من الايام ما طبلت له. انتوا اكبر من ان انا اطبل لكم. انتوا اكبر من ان انا اطبل للمغرب او ان انا اتكلم عن المغرب اي كلام.
المغرب يا جماعه دي دوله كبيره جدا. الناس دي النهارده يا جماعه، انا عشان بتكلم عن الناس دي فعلا يا جماعه عقليه اوروبيه، فكر اوروبي. الناس دي النهارده يا جماعه ناجحين اقتصاديا مليار المية، ناجحين اقتصاديا. انا من اعتقادي واللي انا شايفه ان من انجح دول افريقيا في الاقتصاد وفي الرياضه هي دوله المغرب. النهارده بص على دوله المغرب، ما تبقاش بحقد وبغل وبكره من يم دوله المغرب، لا انت بص بعينك، شوف النهارده دوله المغرب ازاي، شوف النهارده المدن بتاعت المغرب ازاي، شوف الشوارع بتاعت المغرب ازاي، شوف الحدائق بتاعت المغرب ازاي، شوف المتروهات بتاعت المغرب عامله ازاي يا جماعه. النهارده المغرب يا جماعه النهارده بتتقارن باوروبا يا جماعه، اقسم بالله العلي العظيم المغرب النهارده يا جماعه بتتقارن باوروبا. النهارده بصوا يا جماعه عن الرياضه المغربيه، شوف يا جماعه النهارده كره القدم في المغرب عامله ازاي، بص على المنتخب المغربي عامل ازاي النهارده يا جماعه، رابع عالم ومكسر الدنيا وحاجه بسم الله ما شاء الله. المنتخب الاولمبي يا جماعه غالب الارجنتين وحاطط على الارجنتين ومكسر الدنيا. الناس دي النهارده يا جماعه ما تتقارنش باي دوله عربيه. الناس دي النهارده عشان تقيمها النهارده بباريس بقى، تقيمها باي دوله من اوروبا، تقيم الدوله المغربيه. ليه تقيم الدوله المغربيه؟ عندهم عقليه المواطن المغربي، العقليه بتاعته كيفيه عقليه اوروبيه. الناس النهارده دي بتتعامل معاك انت تتعامل معاهم، ما تتعاملش معاهم كعقليه عربيه، تتعامل معاهم عقليه اوروبيه. ليه؟ فكر اوروبي، حضاره، ثقافه، عندهم كل حاجه ناجحين فيها، حتى التعليم ناجحين فيه بسم الله ما شاء الله، التعليم ناجحين فيه، حتى الاحترام متربين على الاحترام، ومتربين على الاخلاق، ومتربين على الكرم، ومتربين على كل حاجه. فالمغرب يا جماعه النهارده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يكفيهم شر العين ويكفيهم شر الحسد. الناس دي يا جماعه هيبقوا في حته تانيه وفي مكان تاني، لان عندهم فكر اوروبي. راكم تشوفوا خوتنا رانا في وسط الدرب، راكم تشوفوا هاي في وسط الدرب دايرين لهم صوالح تاع سبور، هاي كفيلو القدام منا دايرين هذه بلاصه تجري منها. راكم تشوفوا شوفوا المغرب واش راه داير الولاد، هاك فاهم، مثقفهم على تربيه تاع سبور، باسكو اللي يدير سبور يخرج مربي، فاهم، يتربى بالسيف عليه، سبور يربي. شوف الناس الثقافه تاعهم راهي لاحقه، حنا الحمره والبعره ما دايرين لكم والو. تلقاه مسكين واحد جزائري يبغي سبور وكاع، اي مسكين تلقاه مسودي بارا داير بنوات، يخدم بالبنوات، يخدم بشجره بحجره، راك فاهم. لا غالب هذه الجزائر خوتنا، البترول والغاز بصح ولادها ما يتمتعوش فيها. راك تشوف خويا، حاشاك لابوبال تشوف، اقسم بالله غير لابوبال نقيا على باب الواد ونقيا على الجيري كومبلي، فاهم. ها لابوبال شوف فين نقيا، اسكو تلقى كارط هنا تحت في الارض، وريلي حدا لابوبال ما كاش خويا. الناس مربيه باسكو السبور هذا يربي سبور، راك فاهم. نتوما الكراغيله ما داير لكم والو، في وسط الدربه جدك كيما تقول في وسط باب الواد دايرين لهم حديقه تاع سبور، وتدخل دير باطل وطريني دير سبور دير الاخر وروح لداركم دوش، فاهم. خاص غير يزيدوا يديروا لهم الدوش هنا، وحده كاري غير او خدموا بلادكم معنا.